افتكر اني لما كنت في ثانوي كنت واخد مادة اسمها اقتصاد واحصاء وجبت فيها 50 من 50. في مادة الاحصاء بقى كنا بناخد حاجة اسمها الانحراف المعياري، وكنت حافظ القانون ده كويس قوي واعرف اطلع اجدعها انحراف معياري في الدنيا. يعني هم علموني اني لما اشوف سؤال الانحراف المعياري اقوم واخد الارقام اللي فيه احطها في القانون واطلع الآلة الحاسبة وتيكي تيكي تيكي تيك اجيب النتيجة. ايه بقى هو الانحراف المعياري اللي انا طلعته ده؟ معرفش. بيجي منين؟ الله اعلم. بيستخدم في ايه؟ ولا الهوى. وبالتالي نسيت القانون اصلا لاني ما بستخدموش في حياتي، وحتى لو افتكرته وحفظته تاني مش هعرف هو بيتعمل بامه ايه اساسا وايه لازمته في الحياة. ده غير اني مش فاهم اصلا يعني ايه انحراف معياري اساسا. لكن الشهادة لله بعرف اطلعه واطلعه صح كمان واخد 50 من 50. ده بقى اللي اسمه التعليم الحميري. بيطلعوا حمير مش فاهمة أي حاجة في أي حاجة بس بتعرف تحل المسائل بتاعة الامتحان صح. وبالتالي منظر الواحد فينا كده بيكون كأنه اتعلم وهو في الحقيقة لا يفقه أي شيء في أي حاجة. وتاني حاجة بقى المدرسين نفسهم ذات نفسهم اتعلموا كده، اتعلموا بنفس الطريقة الحميري دي بالظبط، وبالتالي المدرس نفسه مش فاهم هو بيشرح ايه اساسا، فبالضرورة الطالب استحالة هيفهم هو بيتشرح له ايه. وده معناه اننا بدل ما ننقل المعرفة العلمية من جيل لجيل، احنا عندنا هنا بننقل الحمورية والغباء من جيل للتاني. بنتوارث الغباء يا ولاد المجنونة.